السلام عليكم. هنعمل النهاردة بقى الكشري المصري، ألذ وأحلى وأطعم كشري مصري ممكن تعملوه، وأحلى من بره 1000 مرة. هنقول بقى فيه كل التكات اللي بتخلي الطعم معاكي أحلى من أكبر محلات الكشري. ازاي هنعمل الدقة والصلصة بتاعته والشطة والحمص والبصل وكل حاجة، مش هنسيب فيه اي حاجة الا لما نقول كل تفصيلة فيها. هنعمل مع بعض الصلصة بتاعته، وازاي تكون خفيفة كده على المعدة، وكمان الدقة وازاي ما تكونش فيها حرقان على الصدر كده، والحمص كمان والشطة كل حاجة، وازاي البصل بتاعنا هيطلع مقرمش من اول ما نبدأ فيه لحد ما نخلصه، حتى لو قعد معاكي بالساعات، وازاي يكون لونه ذهبي وجميل. اول حاجة هنعملها البصل، 3 4 بصلات كبار كده، وهنبدأ نعملهم في المبشرة، في الحتة اللي هي في القطعة اللي هي بتاعة الشيبسي. ما انتش حابة تعمليها في المبشرة مفيش اي مشكلة، ممكن تعمليها بالسكينة، بس طبعا بتاعة الشيبسي هتطلعها لك خفيفة كده وكلها مقاس واحد ورقيقة كده ان هي تتحمر بسرعة. انا ما كنتش لاقيه القطعه اللي انا بمسك بيها البصل وانا بعمله في المكان الشيبسي، فجبت السكينه وكملت كده الحتت اللي كانت باقيه. تمام، بس خليتها برضو كلها بنفس الحجم يعني. هنفرفرها بقى كده انها ما تبقاش ماسكه في نفسها، وهنحط عليها 3 معالق من النشا، ودي خطوه مهمه جدا علشان تطلع معاكي الشيبسي كريسبي كده وبيقرمش. هنقلبها بقى كويس، نخلي النشا يجي على كل قطعة في البصل، وفي نفس الوقت ما يكونش مكلكع، يعني هو 3 معالق تمام قوي لحوالي 4 بصلات. في طاسة بقى على النار، ونحط فيها كمية محترمة كده من الزيت، وما نقلقش خالص، هنستخدم الزيت في بقية الوصفة كلها، مش هنسيب منه ولا نقطة. بنحط كده كمية من البصل، وما بنحطش البصل كله، لان لو حطيناه كله هيمسك في بعضه وهيطلع معاكي مش مقرمش خالص. فهنحط كمية صغيرة كده من البصل، ونفضل نقلب فيها كده، ما نسيبهاش لان البصل بيحمر بسرعة. هنفضل نقلب فيها كده، وهنطلع البصل يعني درجة اقل من اللي احنا عايزينها بشوية، يعني احنا عايزينه يكون معانا لونه ذهبي وحلو كده، فمش هنستنى لما يحمر معانا، لان البصل لما بيطلع من الزيت بياخد لون اغمق درجة من وانتي مطلعاه. يعني تمام، هو اما يطلع من الزيت بره هيغمق درجة عن ما انتي مطلعاه. خلاص تمام، ده اللون اللي انا عايزاه. هطلعه بقى من الزيت هنا كنت بوريكم بس اللون. في حاجة كمان مهمة نعملها، لما احط المقلب التاني، افضي انا بقى البصل اللي انا حطاه ده في طبق تاني، وبعد كده احط على منديل، يعني ما بطلعش كل الكمية على نفس الطبق. ودي كانت الكمية كلها، شوفي لونها ذهبي وجميل جدا. هنبدأ بقى نولع على الصلصة. خدت شوية، انا الزيت اللي انا حمرت فيه البصلة صفيته وهنستخدم. تمام، يبقى الزيت اللي انا حمرت فيه البصلة خدت منه شوية كده، وحطيت فيه معلقة من الثوم، وقلبتها كده. مجرد بس ما بتبدأ ان هي تصفر معانا، هحط نص معلقة من السكر، ونص معلقة ملح، ونص معلقة كمون، ونص معلقة بابريكا. تمام كده، هقلبه بقى شوية كده علشان التوابل تطلع ريحتها مع الثوم، وبعد كده هنزل بالصلصة. هننزل بقى بالصلصة كده ونسيبها تتسبك لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. ليه الصلصة حمرا معايا كده؟ لان انا كنت حاطة عليها قطعة بنجر. تمام، البنجر طبعا بيعزز اللون، لكن ما بيبقاش ليه اي طعم فيها، وبيدي كمان قيمة غذائية، فمفيش منه اي مشكلة. هنا خلاص كنت وصلت بقى للدرجة اللي انا عايزاها من القوام بتاع الصلصة.
هحط بقى حوالي 3 معالق بحط بقى 3 معالق من الخل. وطبعا انا بطفي النار الاول وبعد كده بحط الخل. تمام كده كده خلاص خلصت معانا. هنعمل بقى الدقة برضو في حلة على النار. بجيب بحط فيها معلقتين من الزيت، نفس الزيت اللي احنا بنستخدمه اللي هو بتاع تحمير البصل. وبحط معلقة مفرومة من الثوم. اقلبها شوية كده، مش عايزين نحمرها ولا تصفر حتى ولا اي حاجة، يا دوب بس كده. وهحط شوية كده من الكمون. تمام. وهنحط بعد كده نص حوالي كوباية من المية. مجرد بس ما بتغلي معانا هنحط لها نص كوباية من الخل بس كده، والصلصة بتاعتنا جاهزة، ونص ليمونة في الاخر خالص. وكده تمام. كده خلاص الدقة بتاعتنا تمام. نيجي بقى للكشري بقى للحلة. هنحط شوية محترمين كده من الزيت في الحلة، لان هنحط مكونات كتير فنكتر بس الزيت معانا شوية. كل ده من الزيت اللي طلع من تحمير البصل يا جماعة. هنحط شوية كده من الزيت في حلة على النار، وبنخلي النار عالية. وهنحط بقى حوالي كوباية ونص من الشعرية، واقلب فيهم كده لحد ما يبدأ يصفر معانا. نحمر الشعرية كده كويس. تمام كده خلاص اللون اللي احنا عايزينه. هبدأ بقى ان انا احط حوالي كوبايتين ونص من الرز المصري، مغسول طبعا مش منقوع ولا اي حاجة، انا بس غسلاه كويس. وهقلبه بقى كويس مع الشعرية. كل حاجة من المكونات لازم تاخد راحتها في التقليب كده، علشان الزيت يغلف كل حاجة محطوطة. يعني عايزين الزيت يغلف الرزية كلها علشان ما يطلعش معانا معجن في الاخر. هنقلب بقى الرز مع الشعرية كده كويس. طبعا الكميات انت ممكن بتزوديها بتقلليها براحتك على حسب يعني عدد افراد الاسرة عندك. انا بس بوريك الطريقة، والكمية دي براحتك بقى. هنقلبه بس كويس كده خالص. بعد كده بكون نقعة عدس بجبة في مية سخنة حوالي ساعتين، يعني مش اقل من ساعة. لو انتي مستعجلة او ما نقعتيش العدس اللي بجبة، ممكن تديله سلقة بسيطة كده، يعني اللي هي ربع تسوية مش نص تسوية كمان. حطيته على الشعرية والرز وقلبته كويس، وبرضو زي ما قلنا ياخد حقه في التقليب كده علشان ما فيش حاجة تعجن معانا. بعد كده حطيت المكرونة اللي هي المكرونة الصغيرة. تمام. وهنبدأ برضو نقلب ونديها برضو حقها في التقليب كده علشان الزيت يغلفها كلها، علشان ما فيش اي حاجة من المكونات دي تعجن معانا. هنبدأ بعد كده نجيب هنجيب بعد كده بقى المكرونة الاسباجيتي، بقسمها نصين وهنحطها على الوش كده. شوية بالعرض كده وشوية بالطول. هنسيبها بقى مش هنقلبها دي شوية، لان لو قلبناها هنبهدل الدنيا. فهنحطها على الوش كده. ونحط بقى مية مغلية او مية عادية مفيش مشكلة، بس تعلي النار قوي، يعني علي النار على الاخر. هو طبعا الافضل انك تحطي مية مغلية يعني. بس انا ما كنتش لحقت اغلي ميه، فحطيت ميه عاديه مفيش اي مشكله، وما عجنش ولا حصل اي حاجه، لان النار عندي كانت عاليه قوي يعني. يا دوب بس هنغطي على المكرونه كده بالميه. وهنحط بقى هنحط شويه من الكمون كده، وبعد كده هنحط الملح المظبوط على حسب بقى الكميه اللي انت حطاها. تمام. هنغطي بقى على الحله ونسيبها شويه. طيب نعمل بقى الشطه. على ما الرز بتاعنا يستوي هنعمل بقى الشطة.
في طاسة كده على النار او في حلة، بنحط شوية من الزيت وفيهم معلقة كده من الشطة العادية خالص اللي هي المجروشة. ومن الصلصة بتاعتنا حطيت نص كوباية كده من الصلصة اللي احنا عملناها، اللي هي الصلصة اللي عملناها في الاول خالص. بس كده، وبتكون الشطة جاهزة عندنا. طبعا الشطة دي اختياري، لو انت بتحبيها بالشطة هتعمليها، مش بتحبيها بالشطة بلاش شطة. بس كده وبيكون خلاص خلص. وكنت سلقة عندي حمص اهو، والدقة والصلصة والشطة والبصل. قعد فترة يعني، قعد حوالي نص ساعة على ما خلصت، ولسه برضو كريسبي وجميل جدا. والطبق شكله يفتح النفس. لو عجبتكم الوصفة اشتركوا بقى في القناة وما تنسوش اللايك.